بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض النهاردة. هو ان احنا بقى ايه، حبينا نعمل طبقين ملوخية كده عسل عظمة كده. يلا جربي طريقتي وقولي لي ايه رأيك فيها. سهلة وبسيطة وجميلة جدا وهتعمليها في 5 دقايق. لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني وتنوريني كده وتحطي لي اللايك وتحطي لي اشتراك وتكتبي لي كومنت جميل زي كده وتقولي لي بتشاهديني من اي بلد. يلا بينا نشوف. عملنا الملوخيه الجميله اللي ريحتها كانت جايبه لاخر الشارع دي، كانت حلوه قوي والطشه مخلياها عسل وطعمها جميل جدا وسهله خالص. بشويه شوربه فايضين عندك هتعملي الجمال والحلاوه ديت جنب الاكل. عملتهم في 5 دقايق. على ما حطيت الاكل كانت الشوربه غلت ونزلت فيها بالملوخيه وعملنا الطشه كمان وكانت سهله جدا. يلا نشوف الخطوات ونشوف عملناها ازاي. بشكر كل حبايبي اللي معايا في القناه واللي داخلين لي جديد واللي بيشاهدوني من غير ما يكتبوا لي كومنتات، بشكرهم جدا جدا. واللي بيخشوا القناه عندي واللي معايا من زمان بشكرهم من كل قلبي. ربنا يا رب يبارك لكم ويصلح حالكم وينجح اولادنا جميعا. الولاد بدأوا الامتحانات. يلا بينا نشوف عملنا ايه وعملنا الملوخية ازاي. اول حاجة بقى كان عندي شوربة فايدة عندي. جبت ايه، حباية من الطماطم كده قطعتها زي السلطة وحطيت عليها شوية توابل وشوية ملح ودعكتهم في بعض كده ونزلت بهم في قلب الشوربة. بس المقطع ده ما جاش معاكم، بس انا قلت هقول لكم عليه. نزلت فين؟ في قلب الشوربة على النار فسبتها تغلي كده. هتغلي وتسيب الطماطم تستوي كويس في قلب الشوربة على ما ايه ما تجهزي الطشه اللي انت هتطشها بيها. لو حابه تحطي التوم في قلب الشوربه كده من غير ما تطشيه، لو انت مثلا بتتعبوا من الطشه بتاعه الملوخيه حطيه. انا كنت بعملها كده برضو فتره، كان ابو علي فيها معدته تعبانه، كنت بدق التومه واعملها شويه كويس كده بالملح والبهارات وانزلها في قلب الشوربه ما اعملهاش طشه. بس عشان ان انا هصورها معاكم حبيت ان انا ايه اعمل الطشه معاكم. ده بقى 5 فصوص من التوم ونص معلقة توابل مشكلة وربع معلقة كزبرة ناشفة مسطحونة ورشة ملح بسيطة. كده بقى ايه، جبت كوباية من الملوخية، كانت الشوربة خلاص استوت وبقت كويسة، ما بتاخدش وقت، بتتعمل في ثواني. ونزلت بها ايه في الشوربة بتاعتنا كوباية الملوخية الناشفة. طبعا الملوخية الخضرا دلوقتي طلعت، لو حابة تعملها بالملوخية الخضراء اعمليها، بس انا لسه ما جبتش ملوخية خضراء. احنا كان عندنا الناشفة دي بشتريها وكنت بعملها بخزنها عندي. جبت كمان يعني مش نص كوباية، اقل من نص كوباية شوية وحطيتها. يبقى حط انت نص كوباية كمان لو هتعملي ايه مقدار قد الايه المقدار بتاعي ده. واحد نزلت بها كمان عليها اهيت. هنسيبها تغلي كده ايه حاجات بسيطة ونشيلها من على النار. طبعا بتكون مظبطه لها الملح بتاعها ومخليها ايه مش محتاجة حاجة علشان تخليها ان هي ايه ما تبقاش تحط لها ملح بعدها. لو حابة تعملها بالمرقة وما عندكش شوربة اعمليها عادي، تجيبي مرقتين مكعبين من المرقة وتحطيهم في شوية مية يغلوا على النار وتعملي نفس الخطوات. ولو حابة تحطي مرقة كمان مع الشوربة حطي، بتخليها طعمها جميل. خلاص كده غلت ايه دقيقتين، ما تخليهاش تغلى كتير عشان بتمرر، لو خلتها تغلى كتير بتبقى مرة معاكي. جبنا الطاسة بتاعتنا بقى اللي ايه اللي موجودة في كل البيوت دي، يعني مش محروقة عندي بس كل البيوت فيها الطاسة دي، ونزلت فيها بمعلقتين من الزيت. والثوم بتاعنا هرسناه وخدناه بالكزبرة الناشفة دي، بتخلي طعم الملوخية بتوديكي في عالم تاني. ناخدهم بقى نحمرهم كده تحميرة حلوة كده، ايه ما يكونوش محروقين، يبقوا لونهم اصفر. وهناخدهم وننزل بيهم بعد ما يحمروا على الملوخية بتاعتنا الجميلة دي. كل ده يا جماعة ما خدش 5 دقايق. خلاص اهوت هننزل بقى بالملوخية ودي الطشة بقى والشاقي، وقولي ايه زي ما انت عايزة. كده بقى هتقلبيها وتاخدي بقى ايه شوية منها في الطاسة بتاعتنا اللي احنا كنا محمرين فيها، علشان بيبقى فيها بواقي من التومة. وهننزل بها تاني على الملوخية بتاعتنا. طريقة سهلة وبسيطة جدا وجميلة جدا وطعمها كان تحفة. احنا كنا عاملينها فريح لحمة.
انا سبت اللحمه وكلت ملوخيه بالعيش، كان طعمها جميل جدا، بعشقها قوي جنب اللحمه وجنب البط جنب الفراخ، بحبها جدا. اكتر المصريين اصلا بيحبوا الملوخيه. يا رب الفيديو يعجبكم، وبيعملوها على طول جنب اي اكل. يا رب الفيديو يعجبكم، وجربوا الملوخيه بطريقه ام علي، بطريقه الست المصريه. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. اشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. وكده بقى كنا بنغمس الملوخية عشان ايه؟ ناكل بقى. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. باي باي.